الشهادة اللي انت فرحان لي بيها ورابطها في البنك وعمال تجددها عمال على بطال مش هتنجيك ولا تسعفك. طول ما انت سنك تحت ال 45 سنة لازم الشهادات دي تبقى اخر حاجة ممكن تبص عليها في محفظتك المالية. ومش بقول لك ما تعملهاش، بس ما يبقاش كل فلوسك مربوطة شهادات يا جدع. على فكرة الشهادة ليها ميزة حلوة، ان مدتها مش طويلة زي العقار، وفيها اوبشن الدخل الشهري والعائد بتاعها مرتفع نسبيا، وعندك تنوع كبير منها في البنوك في مصر كلها. عايز بقى عائد دوري سواء شهري ربع سنوي نص سنوي او عايز تاخده مقدم او عند الاستحقاق هتلاقي. عايز عائد ثابت، عايز عائد متغير فلوتنج اسلامي، برضه كله موجود يا معلم. ده غير ان مخاطر التذبذب فيها شبه منعدمه. طيب ده بقى الحلو، نيجي للوحش. الشهادات فيها مشكله اساسيه، ان هي مش بتتكسر قبل مرور 6 شهور من تاريخ انشائها. والله لو وقفت على دماغك ما في كسر شهاده قبل مرور 6 شهور. طيب عدى ال6 شهور، تعال اكسر بقى يا معلم، هتتعور جامد في غرامه الكسر من بعد مرور ال6 شهور لحد نهايه مده الشهاده لو فكرت تكسرها قبل ميعاد استحقاقها بيوم واحد. تاني حاجه، الشهادات في معدلات التضخم العاليه عمرها ما هتكون لا ظهر ليك ولا سند. يعني مثلا عمرك ما هتلاقي الشهادات اعلى من التضخم الفعلي. فالحقيقه ان انت بتاخد معدل عائد بالسالب نيجاتيف انترست ريت، وتقدر انت شخصيا تحسبها بكل سهوله. عائد الشهاده مطروح منه معدل التضخم المعلن، بلاش الفعل يا سيدي. هتلاقي ان فلوسك بيحصل لها حاجه اسمها erosion of capital او تآكل. انت سوتها في وشي يا عم مرشد والله. لا يا صاحبي والله، اربط شهادات عادي بس مش لدرجه تجمد فلوسك كلها في شهادات. خليك في اوبشنز مدتها قصيره. ليه؟ عشان يبقى عندك حريه حركه. وخليك متابع دايما، لو عندك شويه سيوله قبل ما المركزي يبتدي يخفض اسعار الفايده ولقيت ان في تحسن في نسب التضخم، ممكن تربط لك حته كده من سنه ل3 سنين، وهو برضه عشان تستفيد. ولو حد كبير في السن برضه ممكن يربط عادي، لان الكبار في السن ما عندهمش تقبل للمخاطر. الخلاصه حاول تقلل من ربط الشهادات طول ما الاحوال الاقتصاديه مش قد كده. والفيديوهات اللي فاتت فيها كنوز بفلوس، فما تنساش تشوفها ولو تشيرها يعني. ولو عايز تشوفني تاني سيب لي كومنت وهجاوب عليك في الفيديوهات اللي جايه.